بيكم. انتوا في بودكاست تي توكس. انت مدمن على معاناتك. ايوه، انت سمعتني صح. انت حرفيا جسمك متعود على الكيمياء اللي بتخليك تعيس. مخك بقاله فترة طويلة بيفرز نفس الكوكتيل من هرمونات التوتر وكيمياء القلق ونائلات عصبية بتسبب الاكتئاب، لدرجة ان جسمك دلوقتي بقى بيتشوق ليهم زي اي مدمن مخدرات. كل يوم الصبح بتصحى تدور على الجرعة اللي جاية من الألم المعتاد، عشان دي الطريقة الوحيدة اللي بتخليك تحس انك انت بتشتكي من مشاكلك، بس في السر بتحبها، لانها بتديك هوية وقصة تحكيها وسبب يخليك تفضل في مكانك. الحقيقة الصدمة هي انك ممكن تغير حياتك في لحظة، بس انت اللي بتختار ما تعملش كده، لان كونك تفضل تعيس اسهل من انك تكون عظيم. انك تفضل محبوس اريح من انك تكون حر، لان الحرية بتحتاج منك انك تتحمل مسؤولية، انك تبني حاجة جديدة، وده بيخوفك اكتر من انك تفضل محبوس في السجن اللي انت بنيته لنفسك. معاناتك دي مش بتحصل ليك، دي بتحصل بسببك، ولحد ما تعترف انك انت اللي سجان سجنك عمرك ما هتلاقي المفتاح اللي يفتح الباب. دلوقتي في اللحظة دي انت شايل على كتافك كل خيبة امل وكل خوف وكل قيد انت قبلته على انه يبقى حقيقة. تصحى كل يوم الصبح تلبس نفس الشخصية القديمة، زي ما يكون جاكيت مهلهل، بتفكر في نفس الأفكار اللي فكرت فيها امبارح، وبتحس بنفس المشاعر اللي حسيتها الأسبوع اللي فات، وبتاخد نفس الاختيارات اللي فضلت مخليك في مكانك. بس ايه رأيك لو قلتلك ان السجن اللي انت عايش فيه ده ملوش اقفال ولا حراس ولا حتى حيطان غير اللي انت بنيها في دماغك؟ الكون مش مستنيك تبقى مثالي، ولا مستنيك يكون عندك كل الإجابات أو تفهم كل حاجة. الكون مستنيك تسيب ايدك من اللي متعود عليه، توقف محاولة انك تتحكم في ازاي حياتك تمشي، وتبدأ تثق في الذكاء اللي بيخلي قلبك ينبض. كل يوم بتعمل اختيار، يا اما تختار تفضل نفس الشخص اللي عمل الحياة اللي انت فيها دلوقتي، يا اما تختار تبقى شخص جديد، شخص ممكن يعمل حاجة مختلفة. اغلب الناس بتعيش حياتها كلها من غير ما تدرك انها مش ضحايا لظروفهم، لكن صانعين لواقعهم. بيلوموا اهلهم وماضيهم وجيناتهم وبيئتهم، بس عمرهم ما بيبصوا في المراية ويسألوا أهم سؤال: أنا مين النهاردة؟ وإزاي ده بيخلق اللي هعيشه بكرة؟ مخك ما بيفرقش ما بين اللي بتعيشه في العالم الخارجي واللي بتعيشه في العالم الداخلي. لما بتفكر في فشلك القديم، مخك بيشغل نفس المسارات العصبية كأنك بتفشل دلوقتي. لما بتقلق من مشاكل المستقبل، جسمك بيتجاوب كأن المشاكل دي بتحصل دلوقتي. انت بتبرمج نفسك بنفسك انك تكون نفس الشخص اللي بيجذب نفس التجارب. كل فكرة بتفكر فيها بتخلي مخك يعمل مادة كيميائية اسمها شعور او احساس. لما بتجيلك فكرة خوف، مخك بيعمل كيمياء الخوف. في اللحظة اللي بتحس فيها بالخوف ده، بتبدأ تفكر في افكار اكتر شبه الاحساس ده. لو بتحس انك خايف، بتبدأ تفكر في افكار تخوف. الافكار دي بتعمل كيمياء اكتر، وده بيخليك تحس بنفس الاحساس اكتر. الدايرة دي بتفضل شغالة لحد ما تكون بتفكر في الأفكار اللي شبه مشاعرك، وبتحس بالمشاعر اللي شبه أفكارك. انت حفظت الحالة دي كويس جدا لدرجة انها بقت تلقائية ولا واعية، وبرنامج شغال في الخلفية بتاعت حياتك. جسمك بقى مدمن على الكوكتيل الكيميائي ده من المشاعر اللي انت بتسميها شخصيتك. لكن شخصيتك دي مش ثابتة. شخصيتك هي مجرد مجموعة من الأفكار والمشاعر والتصرفات اللي اتعودت عليها كتير لدرجة إنها بقت تلقائية. ولو أنت عملت شخصيتك بالتكرار، ممكن تغيرها بالتكرار برضو. السؤال بقى هو: هل أنت مستعد تسيب اللي كنت عليه عشان تبقى اللي المفروض تكون عليه؟ ولما بتعيش في توتر، جسمك بيفضل طول الوقت مستعد للخطر. قلبك بيدق بسرعة، نفسك بيبقى سطحي، عضلاتك بتتشد، وعقلك بيبقى مهووس بكل حاجة ممكن تحصل غلط. في الحالة دي انت بتشتغل على هرمونات توتر زي الادرينالين والكورتيزول. المواد الكيميائية دي بتسرق طاقتك من المستقبل. لما بتكون متوتر، كل طاقتك بتروح في حماية نفسك من المعروف. بتركز في مشاكلك لدرجة ان ما بيتبقاش عندك اي طاقة عشان تعمل حاجة جديدة. ما ينفعش تحل مشاكل بنفس مستوى الوعي اللي عملها. ما ينفعش تشفي حياتك وانت عايش في نفس الحالة العاطفية اللي خلتك عيان. جسمك بيحتفظ بسجل لكل تجربة عاطفية مريت بيها. الوجع بتاع طفولتك
لسه عايش في أنسجة جسمك. الخيانة اللي حصلت من سنين لسه بتأثر على قدرتك على الثقة. الفشل اللي حطم ثقتك في نفسك لسه متحكم في الوضع. جسمك بقى سجل الماضيك، وكل يوم الصبح لما بتصحى بتحس بمشاعر كل حاجة حصلت لك. تغيير الواقع بتغيير الوعي. ايه رأيك لو قلتلك انك ممكن تعلم جسمك احساس مستقبلك قبل ما يحصل؟ ايه رأيك لو قدرت تبرمج جسمك انه يعيش في طاقة احلامك بدل طاقة ماضيك؟ ده مش تفكير ايجابي، وده مش تمثيل، ده تدريب لجسمك انه يتعود على مستقبل جديد. عشان يتعود على المجهول، عشان يثق ان في حاجة اعظم من ظروفك الحالية تكون ممكنة. لما تكون ممتن قبل ما حاجة تحصل، انت بتبعت اشارة للكون انك مؤمن انها ممكنة. لما بتحس انك غني قبل ما يكون معاك فلوس، انت بتعلم جسمك ايه هو احساس الغنى. الكون ما بيتجاوبش مع اللي انت عايزه، لكن مع اللي انت عليه. اغلب الناس بتحاول تغير حياتها على مستوى المادة، بيحاولوا يجبروا النتائج ويتحكموا في الظروف ويتحكموا في الناس التانية. بس الطاقة هي اللي بتخلق المادة، والوعي هو اللي بيخلق المادة. لما بتغير طاقتك، لما بتغير حالتك، عالمك الخارجي ما بيكونش قدامه خيار غير انه يعيد تنظيم نفسه عشان يتطابق مع عالمك الداخلي. بس هنا هو التحدي. عشان تعمل حاجة جديدة لازم تسيب حاجة قديمة. ما ينفعش تاخد ماضيك معاك في مستقبلك، ما ينفعش تسحل شخصيتك القديمة لحياتك الجديدة. لازم تكون مستعد تسيب الشخصية المعتادة، الشخصية اللي ممكن تتوقعها، الشخصية المريحة، حتى لو الشخصية دي تعيسة، عشان على الأقل هي معروفة. إنك تسيب على المستوى العقلي معناه إنك تكون واعي بأفكارك من غير ما تتحكم فيك. معناه إنك تلقط نفسك لما تبدأ تفكر في نفس الأفكار القديمة اللي بتخلق نفس المشاعر القديمة، اللي بتؤدي لنفس التصرفات القديمة، اللي بتعمل نفس التجارب القديمة. معناه إنك تختار تفكر في أفكار متماشية مع مستقبلك مش مع ماضيك. أغلب الناس بتفكر من 60 ل 70 ألف فكرة في اليوم، و90% من الأفكار دي هي نفس الأفكار اللي جات لهم امبارح. بيصحوا وفي خلال دقايق بيكونوا بيفكروا في مشاكلهم وجدولهم ومسؤولياتهم ومخاوفهم. هم سلموا قدراتهم على إنهم يفكروا في أفكار جديدة عشان يعملوا مسارات عصبية جديدة في مخهم. هم بقوا مدمنين على الحلقة المعتادة من التفكير. لما تبدأ تتأمل، لما تبدأ تراقب أفكارك من غير ما تحكم عليها، بتبدأ تدرك إنك مش أفكارك. انت الوعي اللي بيراقب أفكارك. انت الإدراك اللي ممكن يختار أنهي أفكار يتبعها وأنهي أفكار يسيبها. لما تقدر تراقب أفكارك من غير ما تكون هي، ممكن تختار أفكار تخدم مستقبلك بدل ما تعيد تدوير ماضيك. ممكن تفكر في أفكار الإمكانية بدل أفكار القيود. لما بتغير أفكارك بتغير مخك، ولما بتغير مخك بتغير حياتك. إنك تسيب على المستوى العاطفي أصعب كمان، لأن المشاعر بتحس إنها حقيقية جدا ولحظية جدا ومهمة جدا. لما بتحس إنك غضبان، جسمك بيتغرق بكيمياء الغضب، والكيمياء دي بتصرخ فيك عشان تتفاعل وتدافع وتهاجم. لما بتحس بالخوف، كل خلية في جسمك بتقولك اجري، استخبى، احمي نفسك. لما بتحس بالحزن، كيانك كله بيحس إنه تقيل وملوش أمل ومحبوس. لكن المشاعر دي مجرد طاقة بتتحرك، تفاعلات كيميائية مؤقتة في جسمك. هي مش انت، هي مش حاجة دايمة، هي معلومات عن حالتك الداخلية. وزي كل المعلومات، ممكن تختار تعمل بيها ايه. ممكن تحس بمشاعرك من غير ما تتحكم فيك، ممكن تعترف بوجودها من غير ما تتصرف بناء عليها، ممكن تخليها تعدي من خلالك من غير ما تخليها دليل على قيمتك أو مستقبلك. لما تبطل تقاوم مشاعرك، لما تبطل تحكم عليها إنها كويسة أو وحشة، لما تبطل تحاول تصلحها أو تغيرها أو تتخلص منها، تحصل حاجة عجيبة. بتبدأ تتحرك، بتبدأ تتدفق، بتبدأ تتغير. اللي بتقاومه بيفضل موجود، لكن اللي بتسمح بيه بيتحول. الإحساس اللي كنت شايله سنين ممكن يختفي في دقايق لما في الآخر تبطل تحاربه وتبدأ تحس بيه. جسمك مش بس لحم وعظم، جسمك طاقة، جسمك ذبذبات. جسمك هو حقل كهرومغناطيسي بيمشي ويتكلم ويتنفس
وبيفضل طول الوقت يبعت معلومات للكون عن مين انت وايه اللي بتتوقعه. لما يكون جسمك مشدود ومقبوض، انت بتبعت إشارة خوف ونقص وقيود. لما يكون جسمك مفتوح ومرتاح وواسع، انت بتبعت إشارة حب ووفرة وإمكانية. أغلب الناس بتشيل كل تاريخها في جسمها، بيفضلوا رافعين كتافهم من سنين التوتر، بيجزوا على أسنانهم من الغضب المكبوت، نفسهم سطحي من القلق المزمن. دربوا جسمهم إنه يعيش في حالة استعداد دفاعي، دايما مستعد للتهديد اللي جاي وخيبة الأمل اللي جاية والفشل اللي جاي. لكن جسمك ما تصممش إنه يعيش في الحالة دي. جسمك اتصمم عشان يشفي نفسه ويجدد نفسه ويزدهر. لما بتسترخي في جسمك بوعي، لما بتاخد نفس عميق في بطنك، لما بتلين عضلاتك وبتسيب التوتر، انت مش بس بتغير حالتك الجسدية، انت بتغير حالتك الطاقية. انت بتبعت إشارة لجهازك العصبي انه آمن انك تسيب، آمن انك تفتح، آمن انك تستقبل. انت بتخلق مساحة عشان حاجة جديدة تدخل حياتك. النفس هو الكوبري ما بين عقلك الواعي واللاواعي. لما تتنفس بوعي، انت بتاخد التحكم في عملية تلقائية. انت بتثبت لعقلك الباطن انك جاهز تاخد التحكم الواعي في عمليات تلقائية تانية في حياتك. كل نفس واعي هو تصريح بنواياك انك تصحى وتبقى حاضر وتبطل تعيش على التيار الآلي. الأثر بتاع تحولك الشخصي بيمتد أبعد من حياتك الشخصية. لما تتغير، لما تسيب، لما تتفق مع أعلى قدراتك، انت بتدي إذن لكل اللي حواليك إنهم يعملوا كده. عيلتك بتحسها، أصحابك بيحسوا بيها، زمايلك في الشغل، حتى الغرباء عنك بيحسوا بيها. بتبقى مثال حي على اللي ممكن يحصل، بتبقى دليل على إن الناس ممكن تتغير، وإن الحياة ممكن تتحسن، وإن الأحلام ممكن تتحقق. كلنا متصلين ببعض، كلنا جزء من نفس الوعي، نفس الحقل، نفس الذكاء الكوني. لما شخص واحد بيشفي نفسه، ده بيخلي الشفاء أسهل على التانيين. لما شخص واحد بيتحرر من قيوده، ده بيضعف سلاسل القيود عند الكل. لما شخص واحد بيسيب ويسمح لنوره إنه يلمع، ده بيفكر التانيين إن عندهم نور ممكن يلمعوه هم كمان. تحولك الشخصي مش بس علشانك، استعدادك إنك تسيب وتنمو وتبقى اللي انت بجد بيخدم تطور الوعي نفسه. كل مرة بتختار فيها الحب على الخوف، والإمكانية على القيود، والثقة على التحكم، انت بتساهم في شفاء العالم. انت بتساعد على انك تخلق واقع ممكن فيه ناس اكتر تزدهر، واحلام اكتر تتحقق، وحب اكتر يتعبر عنه. الوقت دلوقتي، مش بكرة، مش الاسبوع اللي جاي، مش لما تحس انك جاهز، مش لما يكون معاك فلوس اكتر، مش لما يكون عندك وقت اكتر، مش لما الظروف تبقى مثالية. الوقت دلوقتي، لان دلوقتي هو كل اللي عندك. دلوقتي هو مكان قوتك. دلوقتي هو المكان اللي بيحصل فيه التحول. الكون مش مستنيك علشان ترتب أمورك، الكون مستنيك تسيب التمثيل وتبقى حقيقي. انت عندك كل حاجة محتاجها جواك، كل حاجة محتاجها جواك دلوقتي عشان تعمل الحياة اللي انت عايزها. عندك الوعي عشان تفكر في أفكار جديدة، عندك القلب عشان تحس بمشاعر جديدة، عندك الإرادة عشان تاخد اختيارات جديدة، عندك الجسم عشان تاخد تصرفات جديدة. انت كنت بتجهز للحظة دي حياتك كلها، حتى لو ما كنتش تعرف. كل تحدي قابلته خلاك أقوى، كل فشل علمك حاجة قيمة، كل خيبة أمل وجهتك لحاجة أحسن، كل لحظة وجع زودت قدرتك على الفرح، كل تجربة نقص عمقت تقديرك للوفرة. انت مش مكسور ولا متأخر، انت مش ناقصك حاجة، انت بالظبط في المكان اللي محتاج تكون فيه عشان تاخد الخطوة اللي جاية. الكون مستنيك تسيب القصة بتاعت إنك مش كفاية، وإنك ما تستاهلش حاجات كويسة، وإن أحلامك كبيرة قوي، وإن ماضيك بيحدد مستقبلك. الكون مستنيك تسيب الحاجة لإنك تعرف إزاي كل حاجة هتمشي، وتثق إنها هتمشي. الكون مستنيك تسيب الخوف من إنك تتخيب، وتفتح قلبك عشان تتفاجئ. لما في الآخر تسيب، لما في الآخر تستسلم، لما في الآخر تثق،
بتحصل حاجة سحرية، الحمل بيتشال من على كتافك، والعقدة بتتفك، الضباب بيصفى من دماغك، الحيطان بتدوب من حوالين قلبك. بتفتكر مين انت بجد؟ بتفتكر انت جيت هنا تعمل ايه؟ بتفتكر انك مش ضحية للحياة، لكن خالق للحياة، لحياتك انت. حياتك الجديدة مستنية على الناحية التانية من استعدادك انك تسيب. أحلامك مستنية على الناحية التانية من استعدادك انك تسيب. أعلى قدراتك مستنية على الناحية التانية من استعدادك انك تسيب. الشخص اللي انت جيت هنا عشانه مستني على الناحية التانية من استعدادك انك تسيب. الكون مستنيك تسيب. انت مستني ايه دلوقتي؟ وانت بتسمع الكلام ده مخك بيبدأ بالفعل يعمل روابط عصبية جديدة، قلبك بيبدأ بالفعل يفتح على إمكانيات جديدة، جسمك بيبدأ بالفعل يحس إن التغيير ممكن. لكن الإحساس بيه وإنك تعمله حاجتين مختلفين. إنك تعرف حاجة بشكل نظري وإنك تعيشها بشكل عملي عالمين مختلفين تماما. الفجوة ما بين المعرفة والتحول هي التصرف. الكوبري ما بين مكانك دلوقتي ومكانك اللي عايز تكون فيه هو التزامك إنك تظهر بشكل مختلف لحظة بلحظة ويوم بعد يوم. أغلب الناس بتتحمس وبتحس إن عندها دافع وبتوعد نفسها، وبعد كده بترجع لحياتها القديمة وتستغرب ليه مفيش حاجة بتتغير. بيحضروا ندوات ويقروا كتب ويشوفوا فيديوهات، لكن عمرهم ما بيطبقوا اللي بيتعلموه. بيصبحوا مدمنين على إحساس التعلم من غير ما يعملوا شغل التغيير. التحول مش حدث، التحول عملية. كل يوم الصبح لما رجلك بتلمس الأرض انت بتختار هتكون مين. كل مرة تلقط نفسك بتفكر في فكرة قديمة انت بتختار فكرة جديدة. كل لحظة هي فرصة جديدة انك تسيب أكتر. ممارسة السيبان دي زي ما تتعلم تعزف على آلة موسيقية في الأول، بتحس إنها غبية ومش طبيعية وصعبة. عايز تسيب علشان الصوت مش زي المزيكا الجميلة اللي في دماغك. بس لو فضلت تتدرب، لو فضلت ملتزم بالعملية، بتحصل حاجة سحرية. صوابعك بتبدأ تفتكر، الحركات بتبقى سلسة، المزيكا اللي كانت دايما جواك في الآخر بتلاقي طريقة تعبر عن نفسها. السيبان نفس الكلام. في الأول بتحس إنك مش مرتاح إنك تسيب التحكم، بتحس إنه مخيف إنك تثق في حاجة مش بتشوفها، بتحس إنه مجازفة إنك تسيب اللي متعود عليه حتى لو اللي متعود عليه ده مؤلم. شخصيتك القديمة هتقاوم، الأنا بتاعتك هتعمل دراما، عقلك هيديك 1000 سبب ليه لازم تتمسك، وليه التغيير خطر، وليه لازم تفضل في مكانك. ده طبيعي، ده جزء من العملية، ودي الطريقة اللي تعرف بيها إنك بتنمو. المقاومة اللي بتحس بيها دي مش علامة إنك بتعمل حاجة غلط، المقاومة اللي بتحس بيها دي علامة إنك بتعمل حاجة صح. انت بتتحدى أنماط كانت بتتحكم في حياتك سنين. انت بتشكك في معتقدات كنت بتحس إنها حقيقة مطلقة. انت بتتغير على مستوى الهوية، والهوية مش بتحب حد يضايقها. بس على الناحية التانية من المقاومة دي فيها حرية، على الناحية التانية من عدم الارتياح ده في توسع، على الناحية التانية من الخوف في الحياة اللي كنت دايما عايز تعيشها. كل معلم وكل عبقري وكل شخص عمل حاجة مش عادية كان لازم يسيب اللي كان عليه عشان يبقى اللي محتاج يكونه. كان لازم يسيب فكرة إنهم يتفهموا من ناس لسه عايشين على مستواهم القديم. كان لازم يسيبوا حاجتهم للموافقة من ناس خايفين من قدراتهم. كان لازم يستسلموا لخططهم الصغيرة الآمنة ويثقوا إن الكون عنده خطط أكبر ليهم. أنت مش مختلف، أنت عندك نفس القوة الخلاقة اللي بتتدفق في كل عبقري عاش. عندك نفس الاتصال بالذكاء اللانهائي اللي كان عند كل معلم. عندك نفس القدرة على العظمة اللي موجودة في كل شخص غير العالم. الفرق الوحيد هو استعدادهم إنهم يسيبوا اللي كانوا فاكرين إن هم ويبقوا هم مين بجد. أنت عندك الإيمان بربنا سبحانه وتعالى. ربنا وعدك اجتهد وهتنول وهتاخد نصيبك. خلي عندك ثقة في كلام المولى سبحانه وتعالى، وثقة في نفسك، وثقة إن ربنا مستنيك تاخد بالأسباب عشان يبعت لك الفرصة لحد عندك. استعدادك إنك تسيب مش بس بيغير حياتك،
استعدادك إنك تسيب بيغير حياة ناس عمرك ما هتقابلهم. في ناس في مستقبلك محتاجة إنك تبقى اللي المفروض تكونه. في مساهمات المفروض تعملها ما ينفعش حد تاني هو اللي يعملها. في مشاكل المفروض تحلها ما ينفعش يحلها غيرك. في حيوات المفروض تلمسها مستنياك عشان تدخل في قوتك. لما تسيب، لما تثق، لما تتفق مع الكون، بتتحول لقناة للمعجزات، بتتحول لموصل للحب، بتتحول لأداة للشفاء، بتتحول لقوة التغيير الإيجابي في العالم. حياتك بتبقى هدية مش بس لنفسك لكن لكل شخص هتلمس حياته. تحولك بيبقى دعوة للتانيين إنهم يتحولوا. حريتك بتبقى إذن للتانيين إنهم يبقوا أحرار. الكون مش بس مستنيك تسيب عشان يكون عندك حياة أحسن، الكون مستنيك تسيب عشان تدي هداياك للعالم. الكون مستنيك تسيب عشان تبقى جزء من الحل بدل ما تكون جزء من المشكلة. الكون مستنيك تسيب عشان تحقق الهدف اللي انت اتولدت علشانه. ده أكبر من سعادتك الشخصية بالرغم إن سعادتك الشخصية مهمة. ده أكبر من نجاحك الفردي بالرغم إن نجاحك الفردي مهم. ده عن إنك تاخد مكانك في السيمفونية العظيمة للحياة وتعزف نوتك الفريدة وتضيف صوتك اللي ملوش بديل في الكورس بتاع الوعي اللي بيغني العالم لمستوى أعلى من الوجود. وقت التفكير الصغير خلص، وقت إنك تلعب على قدك خلص، وقت إنك تخبي نورك تحت مكيال من الخوف والقيود انتهى. العالم محتاجك تكون عظيم، العالم محتاجك تكون استثنائي، العالم محتاجك تكون كل حاجة جيت هنا عشانها. وده مش ممكن يحصل غير لما في الآخر تسيب تماما وبشجاعة. حياتك الجديدة مستنية على الناحية التانية من استعدادك إنك تسيب. أحلامك مستنية على الناحية التانية من استعدادك إنك تسيب. أعلى قدراتك مستنية على الناحية التانية من استعدادك إنك تسيب. الشخص اللي انت جيت هنا عشانه مستني على الناحية التانية من استعدادك إنك تسيب. الكون مستنيك، انت مستني ايه؟ شاركونا برأيكم في التعليقات وقولوا لنا لو في أفكار تانية احنا ما كناش قلناها. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير لأي حد ممكن ينفعه الكلام ده. واشوفكم المرة الجاية. كنتوا مع ديتوكس.